السلام عليكم احلى ناس في الدنيا. النهارده انا عزيزي جايب لك حلقه وهي بالطبع بقى ايه ولا اي حلقه، يعني حلقه النهارده لا عزيزي حلقه مطرشمه من الاخر يعني. بس قبل ما ابدا الفيديو على خيرة الله عايزك كده تدينا لايك شارك فايح سايح نايح، ولو انت مش مشترك في القناه انزل اشترك وتعمل الجرس على الكل. عايزين بس نوصل الفيديو ده 4000 لايك دعما لاخوك السدس، يعني لو انت يعني ايه بتحبنا كده انزل ادينا لايك شارك فايح سايح نايح. ها يلا بينا نبدا الفيديو على خيرة الله وزيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير. طبعا انا عارف ان انا متأخر عليكم بسبب بس يعني شوية ضغط في الامتحانات وكده، وان شاء الله يعني نرجع زي الاول. تمام، وانا جايب لكم النهارده بقى سلسلة جديدة، فيديو جديد في بداية السلسلة ان شاء الله. ده الجزء الاول من سلسلة عمل برامج المجال من الصفر. تمام، اللي هو انا اعلمك ازاي هتعمل برنامج مجال من الصفر، برنامج خاص بيك انت كامل بكل حقوقك. تمام، بدل ما تروح تاخد برنامج من اي حد وتعدي عليه والكلام ده، الشغل اللي احنا بنشوفه يعني الاطفال بتوع المجال بتوع اليومين دول اللي هم ايه لسه متعلمين الام تي مانجر جديد. تمام، انت كل اللي هتحتاجه يا قلبي هتحتاج اللي هو تطبيق الضغط، الضغط اللي هو زي ارشيف ومتجر بلي، وهتحتاج اللي هو سكتش وير. تمام. تمام، طبعا كلنا عارفين ازاي بنقفل الحمام من متجر بلي، وازاي نفك الضغط من الزي ارشيف. تمام، ده الموضوع سهل جدا. تمام، انا كده هسيب لك نسخة سكتش وير ديت في ملف مضغوط، وهسيب لك نوت برضو نسخة ملف تاني هيكون فيه الصور اللي هي هتستخدمها في البرنامج، اللي هي كأشكال أزهار والكلام ده كله. تمام، زي ما انت شايف دي كل دي البرامج بتاعتي اللي أنا كنت نزلتها قبل كده عندي على القناة. تمام، واللي في كتير أوي سرقوها هعدله عليها. المهم، فأنا جاي دلوقتي أقول للناس اللي هي الحرامية اللي هم ملهمش أي تلاتين لازمة، بدل ما انت تروح تيجي تسرق مني يا حبيب قلبي، تعالى أنا هعلمك دلوقتي ازاي تعمل برنامج لنفسك. تمام، اول حاجه هتخش على سكتش وير، وهتدوس على كلمه نيو بروجكت ديت عشان تبدا تنشئ مشروع. تمام، هتيجي هنا يا حبيب قلبي هتكتب مثلا انا عامه عامل مشروع. تمام، هتكتب مثلا تعليم المجال. تمام، تعليم المجال، او تكتب معاه ايه اسم المشروع اللي انت عايزه، او عامه الاسم ده اسم البرنامج. تمام. تمام، هتيجي ديت ده اسم الحزمه، هتقوم جاي ماسح كده وتكتب مثلا نيمك. تمام، أنا مثلا هكتب هتلر وأسيبها زي ما هي، وده اللي هو إيه اسم المشروع. تمام، ممكن تمسحه بقى وتكتب اللي أنت عايزه. تمام، لو أنت عايز تميزه، مش عايز تكتب متكتبش. ماشي. تمام، ممكن أكتب مثلا هتلر يوتيوب عادي يعني أهو. تمام، أقوم جاي ماسح المسافة دي كده، وأعمل إيه الشرطة الصغيرة دي، وأمسح أول حتة من دي. تمام، تكون بالشكل ده من غير مسافات. لو هتعمل مسافة تحط شرطة صغيرة زي كده. تمام. تمام، هتدوس على الصورة دي كده، وهتدوس عليها كمان مرة، وهتختار أول واحدة، وهتختار لك صورة من المعرض. تمام، كده أنا ضفت الصورة، هدوس على كلمة سيف اللي تحت ديت. تمام، وأقوم جاي بس كده، مش هلعب في أي حاجة تاني. تمام، الكلام ده كله هفهمهولك تلعب فيه امتى بقى. هدوس على كلمة كريت اللي تحت، يفتح معايا البرنامج بالشكل ده. تمام، أنا بس هنزلك دلوقتي لينر. تمام، وهنديله واحدة ماتش برنت كده. تمام، اللي هي العرض. تمام، عايز افهمك حاجة، ده اسمه اللي هو التحويل، اللي هو الكونفرت، ده اللي هو ايه تحويل، لو انت عايز تحط كود تحويل تحول حاجة من حاجة لحاجة. تمام، وده العرض، وده الارتفاع بتاع الحاجة. تمام، وده البوتنج اللي هي الجاذبية. تمام، طبعا انا مش منزله متعرب. تمام، انا بفضل ان انا اشتغل عليه كده. لو انت عايز انزله لك متعرب انزل لك نسخة متعربة، ما عنديش اي مشكلة، او انزل لكم ملف تعريب واعرفكم ازاي تحطوه في النسخ. تمام. تمام، هي دي الحاجات الرئيسية اللي تحتاجها. وعندك هنا الجرافتي واللي اوت جرافتي. تمام، اللي هي الجاذبية وجاذبية التخطيط. تمام، هتمشي قدام شوية هتلاقي حاجة عندك اسمها الباك جراوند ريسورس والباك جراوند كارت. تمام، اللي هي الخلفية. تمام. تمام، تقدر تحط هنا خلفية صورة، وهنا تحطها ايه مثلا اللي هو لون يعني. تمام. تمام، بس هي دي الحاجات الرئيسية اللي انت ايه هتحتاجها. تمام. تمام، طيب انا دلوقتي هدوس عليها. تمام، انا عايز اللينر ده تمام يفرش في الشاشة، ما يبقاش كده، يفرش. تمام، هدوس على العرض ديت، وهختار حاجة اسمها اللي هي ماتش برنت، اللي هي عرض الشاشة.
وادوس سيلكت كده، هو فرش في الشاشة. تمام. انا هاجي دلوقتي بس على التالت شوية اللي فوق، هضيف صورة. خد عندك اول رقمين من الباسورد هيكونوا 20، اول رقمين من الباسورد 20. تمام. هدوس على المانجر. تمام. وهدوس على علامة الزائد، هدوس على اد، واختار المعرض. انا مثلا ضفت الصورة دي، انت عامة تقدر تضيف اكتر من 100 صورة مع بعض، بس انا ضفت صورة واحدة لان انا مش محتاج غيرها. ونصيحة مني ما تضيفش صور في البرنامج غير لما تكون محتاجها، فاهم؟ يعني تضيف الصورة واحدة واحدة، لان كتر الصور في البرنامج اصلا وما تستخدمهاش بيتقل سكتش وير معاك. تمام. هنكتب مثلا اي اسم كده يكون سمول ويكون مش اقل من 3 حروف ومفيش مسافات، تديله سيف اي اسم عشوائي. تمام. كده انت عندك صورة واحدة في البرنامج بتاعك. تمام. هاجي هنا كده وهشد شوية، هاجي عند كلمة الباك جراوند السورس اللي هي ديت. تمام. اقوم جاي داس عليها واختار الصورة. والموضوع هتحس ان هو ممل في الاول، بس دي مجرد البداية. تمام. ان شاء الله الفيديو ده يجيب 100 لايك. تمام. هنزل لكم شرح بالتفصيل. تمام. خليكم تعملوا برامج مجال كلمة منتهى الفجران دي شوية. ولو مش مصدقني انا عايزك تنزل تدي لفة في القناة عندي وتتفرج على برامج المجال اللي انا بنزلها. تمام. بس انا مش هضيف اي حاجة تانية. ممكن مثلا اجي اضيف تكست كده، او تكست فيو ده احطه هنا. تمام. هبدأ ان انا اظبط شكل الزرار. اخش مثلا على العرض كده. تمام. ادوس على اخر واحدة وابدأ مثلا اخليه مثلا 340. فاهم؟ لو انت تظبط بقى الزرار بالشكل اللي انت عايزه. والارتفاع مثلا انا عايز اخليه مثلا 60. تمام. ارتفاع الزرار 60. شايفه عالي شوية، ممكن اخليه 70. قصدي اخليه 50. فاهم؟ لو انت عايز تظبطها بدماغك مثلا اخليه 50. تمام. مش قدام شوية هدوس على كلمة بادنج ديت اللي هي جاذبية، واشيل التمانية واخليها صفر وادوس سيف. تمام. تمام. همشي قدام شوية على كلمة الجرافي دي وادوس على اللي هي كونسيرت ديت اللي هي الرابعة والأخيرة. تمام. تمام. احفظها الرابعة والأخيرة، واللي بعديها نفس الكلام. تمام. عشان تخلي الكلام يبقى في نص اللينر. تمام. يعني بص، شايف المربع اللي هو متحدد دوت اللي هو الأبيض ده، الفراغ الأبيض ده، عشان يبقى في نص الشاشة تختار اللي هي ايه جرافتي. وعشان تخلي التكست فيو اللي هي الكلمة اللي جواها اللي هي الكلمة السوداء ديت في نص اللينر كده. تمام. بتختار اللي هي ايه اللي هي أول جرافتي. تمام. تمام. طيب همشي قدام شوية كده وأخش على كلمة تكست دي بقى الكلام. شوف انت عايز تكتب اكتب مثلا نورت الآب يا حب. تمام. تمام. هاجي مثلا ايه احط اي موشن كده. تمام. تمام. طيب الكلام مش واضح وامشي قدام شوية على حاجة اسمها عندي التكست سايز. تمام. اللي هو حجم الخط. اكبر انا فيها الخط براحتي، اصغره. فاهم؟ مش وقت. تمام. مثلا الخط هيبقى كده. تمام. تمام. طيب الكلام مش واضح، همشي قدام شوية على حاجة اسمها التكست ستايل. بولد دي يعني بتعرض الخط. الكود دي يعني اللي هي بتخليه الخط مايل. دي بتعمل الاتنين، انا اخليها الاتنين. تمام. هيبقى الشكل ايه الكلام بالشكل ده. همشي قدام شوية على حاجة اسمها تكست كولر، ادوس عليها وابدأ اختار لون الزرار، لون الكلام. تمام. يبقى الكلام واضح، لون الكلام مش لون الزرار. تمام. طيب انا دلوقتي اخترت الكلام يبقى بالشكل ده. طيب انا عايز احط له مثلا بقى اللي هو ايه شكل زرار بقى. تمام. في ناس بقى اللي هي اصلا معهاش اشكال زراير، بيجي مثلا على الباك جراوند كولر دي بيقوم جاي عامل لك شكل الزرار اسود كده، اللي هو يبقى عامل البرنامج كده. فاهم؟ لا، انا يا حبيب قلبي انا هيحسب لك شويه اشكال زراير، يعني كلمه طرف دي شويه. تمام. سيبها لك في ملف مضغوط برضو مع الملف اللي هو هيبقى فيه مع الملف اللي هيبقى فيه البرنامج. تمام. اللي هيبقى فيه سكتش وير.
تمام. هسيب لك شوية أشكال زراير من اللي عندي، أنا هسيب لك شوية حلوين يعني. تمام. بس طبعا مش هتعرف تفك الضغط غير الباسورد اللي أنا قلته في الفيديو. أنا قلت أول رقمين وآخر رقمين هقولهم في نهاية الفيديو. تمام. فأنا عايزك تركز معايا. تيجي هنا تختار شكل زرار. تمام. ادي يا عم شكل الزرار، حاسس ان هو مش مظبوط انت ظبطه براحتك. تمام. تمام. مثلا الزرار ده. تمام. تمام. انا مش جاي معايا بصراحة الشكلين دول. بس نجيب حاجة من دول كده. تمام. ده مجرد بداية السلسلة ان شاء الله يا اخواتي. لو لقيت تقدير على الفيديو ده برجولة، تمام، هروق عليكم وانزل لكم شوية حاجات كلمة في الطرش منه دي شوية. تمام. تمام. طيب كده انا عملت اول زرار مثلا. شوف بقى انت ممكن تغير اي حاجة في البرنامج. تمام. بس تمشي على الاساسيات اللي انا عاملها. تمام. ده بالنسبة كده لبداية الفيديو. تمام. هدوس على كلمة رن دي اللي هي تجميع، وهيبدأ يجمع معايا البرنامج عشان اثبته. تمام. تمام. طيب انت عندك دلوقتي انا وريتك ازاي تبدأ تنشئ التطبيق بتاعك، ازاي تحط خلفية، ازاي تبدأ تحط زرار وتظبطه. تمام. دي بداية المشروع. تمام. فالفيديو بجد بجد انا لو لقيت منكم تقدير جامد وتفاعل وشوية كومنتات رايقة كده، تمام، هنزل لكم على طول اكمل لكم السلسلة دي. تمام. اخليكم كلكم حرفيا تعملوا برامج مجال، كلمة نهاية المجال دي شوية. وفي ناس كتير اصلا من اللي اتفرجت على الفيديو دلوقتي عارفين اصلا ان الكورس ده، تمام، مدفوع. في ناس فعلا دافعة في الكورس ده وبتتعلمه حاليا. كان منزلك الكورس المدفوع مجانا. هدوس على كلمة تعليم المجال اللي هو البرنامج، هيفتح معانا بالشكل اللي احنا عملنا ده. وبس كده وصلت لنهاية الفيديو. تمام. وخد آخر رقمين من الباسورد برضه هيكون 20. تمام. وياريت تشوف يا جدعان تقدير على الفيديو ده عشان أبدأ أظبط لكم الفيديوهات اللي جاية.